حلو ولا لا. وكانت مفاجاه بقى يا جماعه، اول ما حطيت السكينه كده راحت طقه الطقه دي بتعرفني ان انا جايه بقى بالفيديو دوت انهي حاله الجدل اللي معموله على البطيخ الانواع، سواء بقى من غير بذر سواء اصفر سواء احمر. النهارده بقى هتشوفي الخلاصه في الفيديو ده، هنقارن ما بين 3 انواع هم الاشهر دلوقتي. طبعا الانواع العاديه احنا خلاص عرفناها، هم الاشهر دلوقتي اللي هو البطيخ اللي من غير بذر اللي في اول فيديو، والنوع ده اللي هو اسمه كريمسون، والنوع الثاني بقى اللي غالبا كلنا لينا ذكريات معاه اللي هو ده يا جماعه بطيخ النمس. طبعا انا جبت الثلاثه وغالبا الثلاثه كانوا كلهم سعر واحد، الكيلو كان ب 10 جنيه. رحت خدت في الاعتبار بقى كل العلامات اللي انا باخدها في الاعتبار وانا بنقي البطيخ، وخدتهم ورحنا على البيت. تعالوا مع بعض بقى نشوف الخلاصه، بس بفكرك بقى لايك وشير وتعالوا مع بعض نبتدي. اول حاجه الكيلو كان ب 10 جنيه زي ما اتفقنا، دي كانت عامله حوالي 57 جنيه، وهو ده النوع اللي من غير بذر، بيكون لونه اصفر من الخارج، بخلاف النوع الثاني اللي بيكون لونه اصفر من جوه، ده بيكون لونه احمر يا جماعه شايفين. طبعا وانا بنقي البطيخ كنت مراعيه انها تكون وزنها معقول، وخبطت عليها وخدت كل العلامات او خدت بكل العلامات اللي بتبقى موجوده في البطيخ. اول حاجه البطيخه ما شاء الله يعني كانت مبشره، ريحتها كانت حلوه جدا زيها زي البطيخ العادي. هي فيها بذر يا جماعه، المفروض انها ما فيهاش بذر، لا هي فيها بذر بس البذر لم يكتمل نموه، لازم نركز على الحته دي كويس قوي. البذر زي ما انتم شايفين لسه ابيض وطري كده، تقدري تاكليه وانت بتاكلي عادي خالص جدا، مش هيضايقك وانت بتاكلي، يعني ميزه فيه وانا شايفه ان هو حلو جدا يا جماعه. نيجي بقى للنوع الثاني وده اسمه كريمسون، وبرده كان الكيلو ب 10 جنيه، برده خبطت عليه يعني رأيت كل العلامات اللي انا زي ما قلت لكم بختارها وانا بختار البطيخ. طبعا هتلاقوا الفيديو بتاع شرح اختيار البطيخ موجود على الصفحه. ونيجي بقى للحظه اللي بتعرفني ان البطيخه دي حلوه ولا لا. وكانت مفاجاه بقى يا جماعه، اول ما حطيت السكينه كده راحت طقه الطقه دي بتعرفني ان البطيخه دي ما فيهاش غلطه. بصوا يا جماعه، رغم ان كان لونها فاتح ومش حمرا الحمار المثالي، الا ان كان طعمها ما فيهوش غلطه. يمكن دي كانت احلى بطيخه جبتها في الموسم كله. اول حاجه قوامها متماسك جدا، السكر فيه محتواه عالي قوي قوي قوي. بصراحه يا جماعه كانت دي احلى بطيخه يعني لحد النهارده بصراحه. دي كانت بالنسبه للبطيخ الكريمسون اللي قلت لكم الكيلو منها كان ب 10 جنيه. عايزه اقول لكم ان انا كنت ماسكه نفسي وما كنتش قادره اقاوم بصراحه طعمها. نيجي بقى لاخر بطيخه، ودي البطيخ النمس. ودي بقى يا جماعه اول ما شفتها قلبي رفرف، لان افتكرت على طول بابا الله يرحمه وهو راجع بيها من الشغل وداخل علينا بيها الله يرحمه. اظن ناس كتير جدا من جيل الثمانينات ليهم ذكريات مع البطيخه دي. كل البطيخ خدت في الاعتبار وانا بنقيه ان يكون فيه المواصفات تقيله متماسكه، وانا بخبط عليها يكون صوتها فيه رنه علشان ما تبقاش فاضيه من جوه. دي الوحيده اللي انا ما خبطتش عليها. اول ما شفتها كنت حريصه ان انا اجيب يكون وزنها معقول عشان ما كنتش قادره اشيل الثلاث بطيخات، واللي حسبته لقيته. طبعا التخبيطه بتبين اذا كانت من جوه مفرغه ولا لا او مرمله ولا لا. وطبعا اول ما فتحتها لقيت اللي انا لا يمكن كنت اتوقعه، وهي انها تطلع مرمله، ودي بالنسبه لي اسوأ بطيخه على الاطلاق. هي ممكن تكون مناسبه لناس ثانيه ومثاليه لناس ثانيه، بس انا ما بحبش البطيخ المرمل. والمفاجاه الثانيه كمان بقى يا جماعه ان هي طلعت اقل واحده فيهم في الطعم. الثلاثه كانوا طعمهم بطيخ، ما فيش اي فرق ما بينهم يا جماعه. بالمناسبه بطيخ زي اي بطيخ، يعني مثلا المانجا عندنا هتلاقي انواع وكل نوع ليه طعم مميز ومختلف عن التاني. هنا بقى البطيخ يا جماعه كل الانواع طعمها واحد، زيت زي عبيد زي نطاط الحيط، يعني الاصفر زي الاحمر زي اللي من غير بذر زي الكريمسون زي النمسا زي الشليان زي الجزاوي، كله طعم واحد يا جماعه. مش مستاهله المشوار ولا مستاهله المرمطه ولا مستاهله التجربه. يعني من الاخر هاتي من الفكهاني اللي جنبك وخليه يشقها لك قبل ما تمشي عشان تتاكدي انها حلوه من جوه. لو عجبكم بقى الفيديو لايك وشير، واتمنى لكم كل خير، وتحياتي ليكم دايما رشا الغفير.